السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمله من مطبخ ماما. هنعمل فيه مع بعض كسكسي. هنسويه على النار كده بطريقة جميلة وجديدة. انا قبل كده عملت معاكم الكسكسي نفسه، الطريقة بتاعته عملتها على القناة، ان شاء الله هنزل لكم الرابط في صندوق الوصف. المرة دي انا هعمله معاكم كده بطريقة مختلفة، ممكن ناس كتير ما تكونش تعرفها. هنعمله بالكبد والقوانص. ممكن ان انت تستبدلي الكبد والقوانص تعملها باللحمه المفرومه. بسم الله هنبدا، بس بالاول كده اتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد لو الفيديو عجبكم. انا عندي هنا هنزل معلقتين سمنه بلدي، هنزل عليهم بالكبد والقوانص اللي بكون غسلاها ونقعاها في ميه بملح بليمون بخل بطحينه علشان اتاكد انها الزفاره بتاعتها مش طلعت. انا عندي الكبد والقوانص ديت بلدي من فراخ بلدي، فهتاخد شويه وقت على النار. انا الاول كده هقلبها وهنزل عليها معلقه صغيره من الخل علشان اتاكد برضو انها ما فيهاش زفاره. بعد كده لما اقلبها وتنشف خالص هنزل عليها ببصله واحده بس مفرومه. بعد كده هنزل عليها بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وبابريكا وورق لورا. بحب اشوحهم كده مع البصله، بيدوا نكهه بتكون حلوه خالص. لما اتاكد انهم اخدوا لون شويه ذهبي كده هنزل عليهم بحبيتين من الطماطم المفرومين، بس هصفيهم الاول. هنا الكسكسي ما بياخدش طماطم كتير، هو بس انا عندي حوالي كيلو ونص من الكسكسي، نزلت عليهم بحبيتين من الطماطم كبار او 3 صغيرين. المهم هصفيهم كده وانزل عليهم على البصل بتاعي. المهم يكونوا مصفيين كده عشان ما يكونش فيهم قشر. تمام. يا ريت لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا تدعموني باللايك وتعليق منكم كده يشجعني، وتفعيل الجرس، دوسوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم مني كل جديد. هقلبهم كده واسيبهم بقى على النار لحد لما يتسبكوا مع بعض. لما يتسبكوا منساش اشيل منهم ورق اللورة، بس انا هسيبه دلوقتي ياخد ويدي شويه معاهم كده علشان النكهه بتاعته بتكون ظاهره اكتر. تمام. هشيل هنا بقى ورق اللورة. هنا الطماطم لما اتسبكت شايفين لونها احمر وجميل ازاي. الطريقه سهله وبسيطه زي ما قلت لكم. انتوا ممكن تستبدلوا بالكبد والقوانص لو مش حابين طعمها باللحمه المفرومه وتعملوها بنفس الطريقه. هنا بقى هنزل بالكسكسي. انا عندي الكسكسي كنت شايلاه في الفريزر، يعني انا عاملاه من فتره او ماما عاملاه من فتره وحطاه في الفريزر كده زي ما انتوا شايفين. بنطلعه بس يفك شويه وبعد كده نبدا ان احنا نعمله بالطريقه اللي احنا حابينها. هقلبه كده كله على مع بعضه اهو زي ما انتوا شايفين كده بالراحه كده وعلى نار هاديه لحد لما كله يختلط مع بعض. بعد ما قلبته بالشكل ده هنزل عليه بقى بمعلقتين او كبشتين من الشوربه. الشوربه بتاعت اي شوربه بقى متوفره عندي. انا عندي هنا شوربه الفراخ اللي كنت بسويها، هاخد منها معلقتين او كبشتين كده اهو. لو طلع فيها اي بهارات كده زي حبايه الفلفل الاسود دي هشيلها، وانزل بالكبشه التانية. تمام. هقلبهم بقى كلهم كده مع بعض بالراحه كده علشان ما يعجنش. مش هكتر الشوربه عشان مش هعجن مني. مش عايزه اقول لكم بقى طعمه، بصراحه طعمه بيكون جميل قوي قوي قوي. وزي ما قلت لكم برضو انتوا تاني هعيد، لو مش حابين طعم الكبد والقوانص او مستغربينها ممكن تستبدلوها باللحمه المفرومه، ممكن تعملوها بنفس الطريقه. ممكن لو امكانياتكم مش تسمح ولا كبد ولا لحمه مفرومه اعملوا نفس الطريقه من غير حاجه، برضو بيكون طعمها حلو ومختلف. هوطي عليه النار بقى خالص خالص، يعني اخلي النار زي شمعة كده تحته اهم حاجه، او احط شياطه تحت منه اهم حاجه عشان ما يلسعش، لان الكسكسي بيلسع بسرعه. يعني انا بحطه كده وبرضو ايدي فيه بفضل اقلب فيه باستمرار لما حاسس ان هو خلاص اتشرب الشوربه واخد الطعم اللي انا عاوزاه بطفي عليه وبس كده. مفيش اسهل من كده. انا هسيبه على نار هاديه كده لحد لما يستوي. بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.